قررت السلطات المغربية فرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني 8 دول أفريقية وعربية كانت سابقاً معفاة من هذا الأمر، وذلك بسبب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي سيستضيفها المغرب من 21 من ديسمبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. يشمل القرار مواطني الجزائر، تونس، السنغال، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر وتوغو. باغي نضمو كاس العالم ومالهم يوسف باغي نضمو كاس العالم. هذه هي الهرويين، احسن وجهه سياحيه ممكن تشوفها في كازا، وكنصح اي واحد الا جا لكازا يجي يشوف هذه البلاصه. هذه راه بصراحه زوينه بزاف وفيها بزاف ديال المعالم الاثريه وتستحق الزياره، وكنصح اي واحد يجي يشوفها ويستمتع بالمناظر ديالها الخلابه اللي ما كايناش في حتى شي بلاصه. حنا سيدي في حسان تنقلبوا على دي طواليت، ما بغيناش نمشيو للقهاوي. وانا مع السيده فريده الجعيدي اللي كانت سفيره ديال سا ماجيستي في بلايص كثيره، وفاش خدات لا غوتريت تقول هذا اشكال كبير، راه ماشي اشكال ثانوي، اشكال كبير، لان الناس ملي تيبغيو يقضيو الحاجات ديالهم كيقيلوا في الزنقه، سورتو في المدن الكبار ما عندهمش الوقت يمشيو لدارهم باش يقضيو الحاجيات ديالهم، فكتلقى الحيوط عامرين بداكشي اللي المخلفات البشريه. حشومه هذا الشيء، وحنا داخلين على والريحه حنا في واحد المدينه لا ما نذكر السميه كلشي عارفها، واحد المسؤولين ناعسين. تخيل معايا ابسط وسائل النقل ما كايناش، اللي هما الطوبيسات اللي كيركبوا فيهم العامه. السلام عليكم، خوت تحياتي للجميع. هذا طوبيس الشعبي العادي هنايا في زواغه. حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية. ودابا نتوما ماشيين بمونديال، داخلين بمونديال، وبنادم عندكم كيموت بالجوع هنايا، وبنادم كلشي سارق كلشي. هذيك كنتو خصكم مونديال هنايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وبصفتي أمير المؤمنين أنت في النار.